ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى كيكة الرواني او كيكة الزبادي او كيكة البسبوسة، حاجة كده جامدة ومن الاخر. اول حاجة هنعمل الشربات بتاعها، كوباية ونص من السكر، هنحط عليهم كوبايتين من المية، اللي هو الكوباية اللي هو المج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. هدوب السكر مع المية، بعدين هرفعهم على البوتاجاز. اول ما يبتدوا معايا في مرحلة الغليان هنزل عليهم بنقطتين من الليمون او ملح ليمون اللي متاح هستعمله، وهسيبهم لمدة 10 دقايق يغلوا مع بعض. بعد كده هرفعه واسيبه يبرد على جنب. عندي بقى هنا 3 بيضات، هحط عليهم فانيليا. انا حطيت كيسين من الفانيليا، لو متاح فانيليا سايبة هنستخدمها. دي نص كوباية من السكر، وهيبقى هنا السكر بتاعها مناسب جدا لان انا هحط عليها الشربات. نص كوباية من الزيت، دي معلقة خل كبيرة، ودي كوباية من الحليب. وطبعا الاصل فيها الزبادي، بس انا استعملت الحليب بدل الزبادي، واداني نفس النتيجة طبعا. بعد كده هحط بقى المواد الجافة، اللي هي ده كوباية من دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسة. هحط عليها كوباية دقيق ابيض، ونص كوباية من جوز الهند، واللي بيحبوا ممكن يحطوا كوباية كاملة. عندي بقى ده كيس بيكنج باودر كامل او معلقة كبيرة، ودي رشة من الملح عشان تعادل لي طعم الكيك كله مع بعضه. هنزل بقى بالمواد السائلة بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط، او لو عندي هاند بلندر، او لو بالمضرب اليدوي اللي متاح عندي. يا جماعة احنا اتفقنا في المطبخ ما بنقفش على اي حاجة. انا مفيش زبادي استعملت اللبن بدل الزبادي. مفيش مثلا ملح ليمون، ده هستعمل الليمون. يعني دايما في بدايل في المطبخ، ما بنقفش ابدا ابدا على حاجة. بقلبها بقى. طبعا الكمية دي كانت مناسبة جدا وادتني القوام المطلوب. في الاثناء دي انا كنت مشغلة الفرن عشان يسخن معايا، وهسيبه على درجة حرارة 180. دلوقتي هجيب صينية هدهنها بنقطة زيت او بنقطة سمنة، يعني حتة سمنة اللي انا عايزاها اعمله. هي مش هتفرق معايا كتير في الكيك بتاعي. وبعدين هنزل بيها. شايفين قوامها حلو جدا، ده قوام مناسب. اداني كيكة هشة قطنية في الاخر، كانت بجد تحفة وخطيرة. هدخلها بقى الفرن، هتقعد معايا تقريبا من نص ساعة لنص ساعة و5 دقايق، او على حسب الفرن بتاعنا هيبقى درجة حرارته ازاي. انا بقى اول ما بتطلع معايا وهي سخنة كده بنزل عليها بالشربات. طبعا الشربات هنا يا دوبك كان دافي معايا، ما كانش برد وما كانش لسه سخن جامد. اول ما بنزل عليها شايفين بتتشرب الشربات بسرعة ازاي، بجد كانت خطيرة. وانا بقى هحط عليها من فوق كده شوية جوز الهند، برضو اللي ما بيحبش ما يحطش، يعني الحاجات دي بقى اختيارية. احنا بندي الافكار وبنتعامل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.